السلام عليكم، مرحبا بكم اخوتي في فيديو جديد على قناة فوت اكسيون اتش دي. اليوم جبت لكم جديد اوراش الملاعب المغربية، وغادي نشوفوا ان شاء الله كاملين اخر المستجدات من ملعب طنجة الكبير وملعب الرباط مولاي عبد الله اللي كيشهدوا حركية كبيرة استعدادا للاستحقاقات القادمة. ملعب طنجة اللي تعتبر من بين اكبر الملاعب في المغرب، بدا هذا الاسبوع رسميا عملية تعشيب طبيعية بعد تجهيز الارضية، ومعها الاشغال مستمرة في تركيب الدعامات الجديدة للسقف والممرات الخاصة بالصيانة. أما ملعب الرباط فكاين خبر مفرح للجماهير، وهو إكمال عملية التعشيب بشكل كامل مع استمرار تركيب الكراسي الحمراء في المدرجات وتثبيت الكاميرات الذكية، والواجهة الخارجية كتقرب تكمل. هذا الشيء اللي كيبشر بافتتاح قريب ان شاء الله. ما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد يوميا، وخليوا لينا في التعليقات شنو كيبان لكم هذا التقدم في الاشغال، واش الملاعب غادي تكون واجده في المواعيد. يلا نبداو جولتنا. ملعب طنجة، ملعب طنجة الكبير كيعرف حركيه كبيره هاد الايام، حيث تم تركيب 10 دعامات من اصل 30 ديال السقف الحديدي، ومعها بدا الاطار كيبان فوق المدرجات بشكل واضح وكيعطي الملعب منظر احترافي. كذلك داروا الممرات الخاصة بالصيانة داخل وحول الأرضية باش تسهل حركة العمال والمعدات وتقلل الوقت المستقبلي في عملية الصيانة بعد المباريات. والجديد اليوم هو بداية عملية التعشيب الطبيعية رسميا، حيث بداوا العمال في وضع الطبقات الاولى للعشب الطبيعي بعد تجهيز الارضيه بشكل كامل مع الترطيب والتسويه لضمان الجوده. هذه العمليه مهمه بزاف لانها كتاكد دخول الملعب للمرحله النهائيه، وخا التعشيب عاد بدا الجماهير متحمسه تشوف هذه الارضيه كتكتمل عن قريب ان شاء الله. كل هذه الخطوات كتقرب ملعب طنجة من الجاهزيه لاستقبال المباريات القاريه والوطنيه. وبالنسبه لملعب الرباط، ملعب الرباط الاشغال وصلت لمرحله متقدمه بزاف، حيث تم إكمال عملية التعشيب الطبيعي بشكل كامل، والأرضية اليوم ولات جاهزة وكتظهر بمظهر عالمي يليق بحجم الملعب. معها الكراسي الحمراء تقريبا كملات في المدرجات، والملعب بدا يبان بلون جميل من بعيد، خصوصا مع تقدم تركيب الكاميرات الذكية للمراقبة في الممرات والمدرجات لضمان الأمن والتنظيم. أما الواجهات الخارجية فقربت تكمل بعد تركيب العوازل الحرارية والمائية، الشيء اللي غادي يحافظ على جمالية وجودة الملعب طول العام. اليوم ملعب الرباط كيقترب خطوة بخطوة من لحظة الافتتاح المرتقبة، واللي كتنتظرها الجماهير المغربية بفارغ الصبر. إلى هنا خوتي وصلنا نهاية جولتنا اليوم، شفنا كاملين مستجدات ملعب طنجة اللي بدا عملية التعشيب، وملعب الرباط اللي كمل التعشيب وباقي اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح. الأشغال ماشية بخطى ثابتة، والامل كبير باش تكون الملاعب جاهزه في المواعيد القادمه ان شاء الله. ما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك وبارطاجيوه مع اصدقائكم المهتمين بالملاعب المغربيه، وخليوا لنا في التعليقات شنو الملاعب اللي ننتظروا كاملين تفتح اكثر، واش طنجه ولا الرباط. نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على قناه فوت اكسيون اتش دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.